هذا المهرجان في دورته السابعة سيكون مهرجانا غنيا بفقراته المتنوعة إن شاء الله، التي تتضمن سهرات فنية وأمسيات شعرية وكذلك تكريمات وحضور غفير من المثقفين والأدباء والباحثين والدكاترة. مهرجاننا نفتتحه بالكثير من الحب وبالإيمان العميق بأن القصيدة ما زالت قادرة على أن تضيء العتمة. له المكارم والأخلاق والمثل، فيك العلوم وأهل العلم ما اعتزلوا. بالحب مرحمة فأشرقت فرحا من فكره السبل. دام يجمعنا دار القصيد التي الأشعار تنغزل. مراكش لا تستضيف الشعر بل تنصت له، لأنها مدينة تعرف جيدا قيمة الكلمة وتفهم لغة الروح. سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في حكومة الشارقة. يسعدنا أن نجتمع مجددا في مدينة مراكش العريقة، مدينة الحضارة والجمال. أترككم الآن مع عرض لشريط وثائقي يوثق أهم لحظات برنامج دار الشعر للموسم السادس. دار الشعر بمراكش، والتي تأسست يوم 16 شتنبر 2017 تتويجا للتعاون الثقافي المشترك القائم بين وزارة الشباب والثقافة والاتصال في المملكة المغربية ودائرة الثقافة في حكومة الشارقة. عبد الحق الفناني مدير دار الشعر مراكش. طبعا اليوم نفتتح فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعر المغربي، والذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وضمن التعاون الثقافي ما بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية ودائرة الثقافة في حكومة الشارقة. خصوصية هذه الدورة وأنها تحتفي بتجربة الصين ضيف الشرف، وتحافظ على هذه الهوية التي تميزت بها الفعاليات في احتفائها بالتعدد اللساني والتنوع الثقافي المغربي. ها نحن نحصل الآن إلى واحدة من أبهى لحظات هذا المساء، لحظة الاعتراف بالعطاء والانحناء احتراما لمن جعلوا من اللغة وطنا ومن القصيدة بيتا يسعنا جميعا. تحت تصفيقاتكم نكرم السيد علي شهاد. ومسك الختام في التكريمات هو للسيدة الباحثة عزيزة عقيدة. السيدة عزيزة عقيدة تحت تصفيقاتكم يقدم الدرع سعادة عبد الله عويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة. صورة جماعية. هي فاعلة جمعوية تهتم بالدفاع عن الحقوق الثقافية وخاصة الثقافة الحسانية. عزيزة عقيدة هي ابنة منطقة الزرق بإقليم أسازاك، حصلت على الدكتوراه سنة 2016. تشتغل كأستاذة بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير حاليا. أكيد أنه هذه أول زيارة لي، أول حضور لهذا المهرجان، وأخذت انطباع طيب جدا وجميل جدا. أولا هناك حضور كبير جدا لهذا المهرجان، هناك يعني تنظيم محكم، حضور وازن. بكل حقيقة هناك هذا المهرجان أعتبره مهرجانا ناجحا، وخاصة أني في الفيديو التعريفي الذي صاحب هذا المهرجان هناك يعني صفب عبر الزمان وعبر المكان عبر جميع مناطق المغرب. الحضور الكريم، فسنبقى مع مفاجأة هذه الأمسية، وهي تكريم للموسيقار الكبير. تحت تصفيقاتكم موسيقار كبير، رمز ورموز الموسيقى المغربية والأغنية المغربية، الفنان الكبير السيد عبد الوهاب كليفة، ليتفضل مشكورا. تحت تصفيقاتكم وتغريدات ديالكم بلا يقدم درع التكريم
سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، إلى جانب السيد سمير نسير رئيس قسم الشؤون الثقافية للمدير الجمهورية مراكش السفلي. لحظات رائعة نعيشها أثناء تكريم الموسيقار الكبير رمز الموسيقى والأغنية المغربية السيد عبد الوهاب الدكالي. شكرا لك وشكرا لإبداعاتك سيدي. لو كنت تمشي بلا ما تقول لنا كلمة غادي نسمعوك في نهاية الأمسية، ولكن ما كرهناش كلمة من عندك. تفضل. ماذا سوف أقول وأنا بصددي وأمام نابغة كبرى من الشعراء والأدباء؟ قد كرمتموني كرمكم الله سبحانه وتعالى، فهذا اليوم سيبقى في ذاكرتي دائما الأبد، في ذاكرتي بحول الله. في إطار الانتباه على أعمال مجموعة من الشعراء الذين انساقوا للمشاركة في هذه الجائزة، وفعلا لقد كانت تلك المشاركات وبدون استثناء مشاركات طيبة وتستحق الالتفاتة. أحسن قصيدة، لقد كانت هذه الجائزة من نصيب القصيدة التي حملت الرقم 45 بعنوان عروج إلى مقام النبوة للشاعر إديمبي حميد إدكبلي. إلى مقام نبوة. لنا سماوات هيا نركب القمر، وننشئ الآن في أيدي النجوم قرى، ونطلب الليل أن لا ينقضي أبدا، نحتاج سترا كثيفا لا نريد ورا. لما افترقنا تبناني الوجود سدى، كحال مبتدأ لم يلمس الخبر، وصار يقتاتني بالأمس أسئلة أن إلى ما متى هل كيف لست أرى. شغلت قلبي كثيرا لم يجد نفسا من فرد ما يشتهي نبض الذي انتظر. أديمي حميد أديكولي من دولة نيجيريا، أحد الفائزين بهذه الجوائز التي قدمتها هذه الدار، وهي جائزة أحسن قصيدة. وقد فازت قصيدتي التي عنونتها بعروج إلى مقام نبوة بالمركز الأول. شرف كبير أن يصل صوت شاعري إلى حيث هو نفسه لا يستطيع الوصول إليه. شكرا للجنة التحكيم، شكرا لأعضاء لجنة التحكيم على هذه المجهودات المبذولة. فدعونا نصفق بحرارة. الآن فسنواصل دائما مع الجوائز وجائزة النقد الشعري. إذا ننتقل إلى جائزة النقد الشعري التي حاولت أن تحكم مجموعة من المقالات النقدية والدراسات التي كان موضوعها هو الشعر. إذا في البداية سنحاول أن نقدم الجائزة الثالثة وتقدمها الأستاذة فلتتفضل مشكورة. إذن سنبدأ بالجائزة الثالثة، وهي جائزة مناصفة بين مقالتين وعبد اللهوي، والمقالة الثانية لمحمد تيشينيت. أما الجائزة الثانية في النقد الشعري
فكانت من نصيبي دراسة نقدية، الدراسة الرابعة، والتي تحمل عنوان التشكيل النصي بين الإبداع والدلالة في شعر مليك العاصمي، وقد فاز بها الناقد الشاب خالد قدروس، فليتفضل مشكورا. أما الفائز بالجائزة الأولى في صنف الدراسات النقدية فهي للناقد عبد الرحمن سهلي عن دراسته الموسومة بالتداولية في الشعر المغربي، ديوان كتابات خارج أسوار العالم للشاعرة ملكة العاصمي والمدرج. ونهنئ هؤلاء المتوجين بما حصلوه من رتب، ونتمنى لهم إن شاء الله مسيرة موفقة في مجال الدراسات والبحوث النقدية. وهي طالبة دكتوراه في الأدب العربي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. بعثت ببدر ساتي رسولا يحمل بين يديه خيطا من السنا الوداء، وفي عزل زمان الملتبس تسبج الخيط بعد الخيط، لتلم شتاك الأبد. وحين رفعت عيني إليها عبرت أجيال من العوامج وجبارا راسخة، فنفست إلى نظراتك العتيقة الفام من الزمن. رسالة قمر الساتئ. بعثت ببدر ساتئ رسولا يحمل بين يديه خيطا من السنا والضاء، وفي عزل الزمان الملتبس تسبج الخيط بعد الخيط، لتلم ستاك الأبد. أشكر دهر الشعر، أشكر الصديق العزيز عبد الحق مفلاني وكل المنظمين لهذه التظاهرة الجميلة. ففي عالم يلهث وراء الماديات تبقى دار الشعر واحة للجمال، بيتا يحضن الكلمة ويحميها. بما أن فناننا الكبير هنا عبد الوهاب الدكالي الذي كبرنا معه مع كلماته، يسعدني أن أقدم قصيدة تكريما له. إلى عبد الوهاب الدكالي. في بيتنا القديم كنا نلعب تحت طاولة الوقت، وأمي تدندن وكان غزالي في الواد، ونحن نرقص على نقشات السجاد، وصوتها يحملنا كالنهر الذي حمل الأوراق للبحر ثم عاد. وصوت الدكالي يأتي كالنبض الفجائي. وختمه مسك مع الموسيقار الكبير عبد الوهاب الدكالي تحت استقبالكم، والذي سيرافقه فرقة أصيل الموسيقى بمراكش. عودتنا دار الشعر بمراكش دائما على هذا الموعد، موعد تنظيم مهرجان الشعر
المغربي الذي تستدعي له كل فعاليات الكتابة الشعرية من جميع أصنافها. هذا دون نسيان أن الحركة الإبداعية والشعرية واللقاءات ما كتوقفش غير بمراكش. دار الشعر كتزور ربوع المملكة إلى تخوم الصحراء وأعالي الجبال.